السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور اسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة. السؤال النهارده: طفل خارج من الحضانة بقاله اسبوع 10 ايام من اول ما اتولد، وعايزين نعرف هنعمل ايه في البيت. رقم واحد، اهم حاجة لما يوصل البيت تكون الاوضة نظيفة جدا، دافية، درجة حرارتها كويسة جدا، قافلين عليه كويس، مفيش زيارات، مفيش مباركات، مفيش حد يجي يشوفه خالص غير مامته والناس اللي موجودين في البيت. واللي يتعامل معاه يتعامل معاه بحرص، لان المرحله الانتقاليه اللي خارج فيها دي ترانزيشن، محتاجه نظافه، محتاجه هواء دافي، محتاجه جو كويس، محتاجه ما يكونش في اي ميكروبات، مفيش اطفال، مفيش سبوع، مفيش تجمعات. بعد كده هتلاقيه نايم شويه. النوم ده هينتج نتيجه ان هو طول ما هو في الحضانه، طبعا الحضانه فيها موتور، فيها مروحه، مش صوته عالي بس بيبقى فيه زي زنه في كذا، هو بيبقى متضايق، ما بيصدق يرجع البيت ومامته كده، هتلاقيه نايم شويه زياده. كل ساعتين ثلاثه بنقلقه على قد رضاعه وينام تاني، مفيش مشكله. ومش معنى ان هو اخذ لبن صناعي في الحضانه او كان بيرضع صناعي ان انا اكمل معاه لبن صناعي. دي نقطه فنيه مهمه جدا جدا جدا، لان 90% من اللي قابلهم بياخدوا لبن صناعي بعد خروجهم من الحضانه بيكملوا عليه، هيسيبوا مامتهم مع الوقت. فبنساله يقول ما هو كان في الحضانه بياخد ومتعود عليه، مفيش حاجه اسمها كده. هو اول ما يطلع لحضرتك هتحطه على صدرك باستمرار، وهتلاقي الامور ان شاء الله مع الوقت تتحسن. لكن لو حصلت اضطراريه وفي مشكله كبيره جدا في موضوع الرضاعه، انا ممكن استعمل اللبن اللي كان بيستعمله في الحضانه لفتره صغيره 3 4 ايام ترانزيشن، عن طريق سرنجه وليس ببرونه. وبرضه انا مش محبذ ده ومش بنصح بيه. هو ممكن يطلع من الحضانه يرضع من مامته رضاعه طبيعيه، مفيش اي مشكله خالص، وده الافضل وده الاحسن. يبقى الرضاعه مهمه، درجه حراره المكان، مفيش زيارات، مفيش. واذا كانت الصوره لسه موجوده هنغير عليها، اذا كان في التهابات عند الحفاضه بنحط الكريمات بتاعتنا وبنحافظ عليه. دي المرحله الانتقاليه ما بعد الحضانه. اهم حاجه في المرحله الانتقاليه موضوع اللبن الصناعي، لان الاطفال بتطلع بتكمل بلبن صناعي عشان هو خده في الحضانه. مش معنى كده هو خده في الحضانه عشان مامته مش موجوده، لكن مش معنى كده ان احنا نكمل عليه. اطيب تمنياتي لحضراتكم ولاطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.